علاش الملك تاع اسبانيا ما يحطش التاج على راسو؟ وكيفاش الجزائر بسبتو ولات المحروسه بالله؟ التاريخ يقول باللي شارلوكان امبراطور الدوله الرومانيه المقدسه اللي تضم اسبانيا، بلجيكا، هولندا، المانيا، النمسا، ايطاليا، قاد حمله صليبيه كبيره على الجزائر في اكتوبر 1541. حب يركع بها الجزائريين الكافرين ويحتل بلادهم اللي ولات قاعده تاع القراصنه المتحالفين مع الموريسكيين، وينتقم من اميرهم بربروس خير الدين اللي كان راس حربة في انقاذ المسلمين الاندلسيين من بطش محاكم التفتيش تاع الصليبيين، واللي ذلهم في البحر المتوسط في معركة بريفيزا جهة اليونان هذه 3 سنين. شارلو كان سخن العسكر ديالو وقال لهم وجدوا روحكم للنصر العظيم، رانا رايحين نحتلوا واحد البلاد يسموها الجزائر ونفنيو جنسها المقيت. الحملة سماها الأرمادا، شارك فيها جميع بلدان غرب المتوسط من غير الفرنسيس، والبابا باركها ودعمها بالمال وبالمؤمنين المسيحيين. الأسطول مشى فيه 22 ألف جندي وفارس و11 ألف بحار في أكثر من 500 مبابور بمدافع كبيرة، ومعاهم كهنة وبقادة كبار معروفين كما أندريا دوريا الأميرال الإيطالي اللي هزموا خير الدين في معركة بريفيزا، وهيرنار كورد الأميرال الإسباني اللي أباد السكان الأصليين في المكسيك، وكبير كهنة ألمانيا جورج شيلينغ. شارلو كان نصحوه باش يأجل هذه الحملة للربيع، بصح هو حب يستغل فرصة غياب خير الدين اللي كان في مهمات جهادية مع العثمانيين. وفي 20 أكتوبر وصل لسواحل الجزائر العاصمة بلا مقاومة بحرية، وبقى يدور ويعرض قدام الصوار باش يرهب الجزائريين. شارلو كان حقر دفاعات المدينة وحقر حسن آغا الطوشي نايب خير الدين في المدينة، وبعث له رسائل يطلب فيها التسليم. حسن آغا ما كانش عنده الأسطول لازم باش يرد هذا الهجوم الكبير، بصح تعاهد هو وقادة الجند والأعيان الجزائريين على الموت في سبيل الله ولا التسليم. نظم الجزائريين المخلطين بالموريسكيين داخل المدينة وخلى خارج الصوار شوية فدائيين، وكان طلب من القبائل المحيطة بالمدينة باش يعاونوه بالفرسان المجاهدين. شارلو كان وجه قواته باش تهبط شرق سواحل الجزائر من جهة الحامة وما بين وادي الحميز ووادي الحراش، والخطة كانت باش يقنبل الحصون من البحر ومن بعد يهاجم البيبان 3: باب عزون، باب الواد، وباب جديد. وهو اللي قاد العملية بنفسه من جهة كدية الصابون اللي تسمات من هذاك النهار عليه فور دو لومبلور، قلعة الامبراطور، وحاصر المدينة من كل جهة. فدائيين جزائريين طاحوا يستنزفوا في الصليبيين بحرب العصابات والفخاخ في النهار وفي الليل، وبقاو هكذاك 3 أيام حتى الليلة 24 أكتوبر. ومع دعاوي المؤمنين والمجاهدين والولية الصالحين صارت معجزة ربانية وجا العون من عند رب العالمين. الحال تقلب ضربة واحدة، عاصفة كبيرة ضربت، ريح قوية ومطرة كبيرة هولت البحر ولعبت بالبوابر وخسرت البارود وعطلت المدفعية نتاع الصليبيين اللي ما كاش عندهم خيام كافيين. المجاهدين الجزائريين استغلوا الفرصة، ومع صلاة الفجر خرج الحاج مامي اللي كان مكلف بحراسة باب عزون، وخرج من باب الواد قائد الفرسان الحاج بكير. داروا هجوم مضاد كبير وطاحوا يقتلوا في الصليبيين، ضربوهم وعاودوا رجعوا واستدرجوهم لتحت النيران المدفعية الجزائرية وين حصلوا في اللوحال وفي الطين. ما قدروا يقدموا، ما قدروا يوخروا، وطاحوا عليهم بالمدفعية يقتلوا ويشتتوا فيهم بالنار والحديد. العاصفة حكمت 3 أيام والمطر خيط من السماء، البوابر ما قدرش تركز وبدات تضرب في بعضها البعض وتتقلب. من بركة رب العالمين عمال التجديد في بوابر الصليبيين واللي كانوا أسرى مسلمين حوالي 1400 استغلوا حالة الفوضى وتمردوا وحبسوا التجديف، وخلاو البوابر يسحبها الموج لسواحل الجزائر ويستقبلوهم خاوتهم المسلمين الجزائريين. الجنود الصليبيين كانوا في حالة يثى لها، جرحى، جوعانين، تعبانين، وفي البرك تاع الماء غرقانين ومعنوياتهم في الحضيض. الامدادات كانت معدومه، وكي جاو من ساحبين كان لازم يعديو على الوديان اللي غمرتها السيول. واد الحراش فاض واستحال عبوره بالجسور، واد الحميز فاض على جوانب ودار مستنقعه تحصلوا فيها الصليبيين، وكانت فرصه المجاهدين باش يكملوا عليهم. شارلو كان خلصت عليه بكارثه كبيره
آلاف القتلى والأسرى، 2000 جثة في الطريق من تافورا لماتيفو، 250 سفينة حربية محطمة، وزاد السمح في 8000 جندي طاحوا أسرى عند الجزائريين. من شدة الصدمة وهول الهزيمة شارلوكال رمى التاج ديالو في البحر وقال قلت المشهورة: أنا ما نستهلكش يا سي التاج، وما يزيد يحطك غير اللي يستهلك. ومن هذاك النهار واحد من ملوك إسبانيا ما زاد تهنى به، وطاحت أسطورة وهيبة الإمبراطور شارلوكان في البحر، ومات من الحسرة وهو يستنى في الانتقام تاع خير الدين. الجزائريين بهذاك النصر الكبير حمدوا رب العالمين، وبقاو زاهيين سياد على البحر المتوسط للقرون وسنين، وعلقوا كلمة الجزائر المحمية بالله في البيوت والمحلات والجوامع وحتى في العقود، وأهم حاجة غرسوها في وجدانهم وين ترسخ إيمانهم برب العالمين.